السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده اقسم بربي عندنا وصفة العجول، الوصفة اللي من الاخر، وصفة البروتين، الوصفة اللي هتكبر طيورك بسرعة، الوصفة اللي هتخلي البط بتاعك فعلا قسما بربي زي العجول، حتى الفراخ كمان اللي بيربي فراخ. وهنعمل الوصفة دي من اول 10 ايام للطيور. اتمنى ان انت تتابعيني وتشتركي في قناتي وتشجعيني ان شاء الله. وقبل ما نبتدي كلامنا نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عندي ليكي وصفة العمر، الوصفة اللي هتكبر طيورك بسرعة، بروتين، فيتامين، مقويات، كالسيوم، فسفور. عارفة الحاجة بقى اللي من الاخر، الحاجة اللي هتخلي الطيور فعلا يعني بصي انسي هترمح قدامك رمح. عايزة اقولك على حاجة، اليومين دول يا حبيبتي موسم البسارية. بصي البسارية انا جبتها وسلقتها. عارفة بقى ليه سلقتها؟ لان الحاجة النية هتخلي الطيور تاكل بعضيها، فتسلقيها بتضيعي انها تبقى نيه، ان الطير لما ياكلها ما بعد كده ما ياكلش بعضه، لانك لو اكلت الطيور حاجه نيه دي غلط عليها، بتاكليها الحاجه بتاخديها غلوه في الميه. عايزه اقول لك ان البسارية اكبر فسفور وفيتامين ومقويات وبروتين تحطي له طيورك، حاجه بصي جباره، حاجه من الاخر، الحاجه فعلا اللي هتقولي لي يا بطه يعني انت فعلا كده 100. اليومين دولت موسم البسارية. عندك 3 شهور تأكلي طيورك كلها برخص التراب. زائد غير كده ان البسارية بتكبر الطيور بسرعة، ما فيهاش اي ضرر على الطيور، بالعكس مغذية جدا وهتكبر طيورك بسرعة. بصي جيبيها يا اختي، بيني وبينك كده التعبانه شويه، يعني انت ما تروحيش الصبحيه، روحي بعد العصر، جيبي لم التعبانه شويه وخديها غلوه وحطيها للطيور، يبقى انت كده غذيتيهم ببلاش، حاجه بصي ارخص من ما تتخيلي. عايزه اقول لك ان البسارية مفيده جدا للطيور. طب انا بقى عملت حاجه تانية يا حبيبتي، هقول لك. لما سلقتها زودت الميه يا عسل. ليه بقى يا بنتي يا بطه زودت الميه؟ هقول لك زودت الميه ليه، علشان هحليها بقى، هحط الطبخه التمام. بصي استنوا الردة. يبقى انا هحط كوكتيل اكل لا تتخيلي، حاجه مغذيه من الاخر، حاجه فيتامين عالي. عايزه اقولك ان الردة كمان من الحاجات المهمه جدا اللي بتحطيها على طيورك، كانك حطيتي عيش، يبقى انت حطيتي فيتامين وحطيتي عيش. عايزه اقولك ان الميه دي مفيده جدا. الزفاره عموما بتشجع الطيور على انها تاكل كتير. على فكره ميه الزفاره دي ميه مغذيه، اوعي تفكري انها ميه والسلام، لا، الميه دي بتعمل على زياده الوزن. هنحطها على الرده ونشوفهم هياكلوا ازاي عسل. الصلاة على الحبيب النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة أقولك إن الوصفة دي من الآخر، اللي عايز فعلا طيوره تبقى زي العجول. عارفة لو جبتي نص كيلو بس بسارية، وده هيديكي 5 جنيه حاجة كده لما تجيبيها التعبانة شوية، نص كيلو بس، وتقومي سلقاه ومزودة المية، زودي المية على قد ما تقدري. انت عارفة ان المية دي مغذية جدا، المية الزفرة دي اللي هي في مية السلق دي اللي انت سلقتي فيها البسارية مغذية جدا للطيور. لو عندك لقمتين عيش حطيها، لو عندك حبة ردة، لو عندك بواقي طبيخ، اي حاجة حطيها للطيور وشربها لهم وقولي لي النتيجة ايه. اقسم بالله العلي العظيم احسن وصفة للبط بالذات انها تكبره بسرعة وتخليه بصي ما حصلش، هو ده الوصفة دي. وصفة البسارية موجودة دلوقتي، ده موسم يا حبيبة قلبي، الحقي هاتي خزني عندك في الفريزر كيلو على قد ما تقدري، او خليها نصاص واسلقي النص وزودي المية على قد ما تقدري، وحطي بواقي اي حاجة عندك، وخاصة لو كانت عيش او ردة، وتبقي كده اكلتي طيورك وغذيتيهم ارخص مما تتخيلي. اتمنى ان انتوا تعملوا الوصفة بتاعتي وتشجعوني، لان البسارية من الحاجات المغذية جدا للطيور.
اتمنى بقى ان انتوا جماعه تكونوا بخير وبصحه وسعاده وراحه بال. وصفاتي والله كلها مجربه والحمد لله رب العالمين، وهتديكي نتيجه هايله. اسيبكم بقى في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.